يبدأ فيلمنا بالمذيعة ديبة وبتكون ماسكة كتاب وبتقول لرئيسها كل اللي في الكتاب ده كذب، ازاي خرافات زي دي يكون اللي كاتبها صحفي؟ قال لها اللي كاتب الكتاب ده أناند وعمره ما كاتب كلمة واحدة إلا لو فكر فيها 1000 مرة. وبعدين الكتاب اللي بتقول عنه مش حقيقي ده الحكومة أمرت بحظره وولعه في كل النسخ الموجودة، واللي في إيدك ده آخر نسخة منه جبته بالعافية من مصدر في الحكومة. كل اللي عايزه منك إنك تقعدي مع أناند وتسمعيه. قالت له قدامك نص ساعة بس وتجيبهولي. وفعلا بيجي أناند والكل بيكون مستعد ليه. بيقعد مع ديبة وبتقول له الكتاب اللي انت كاتبه ده مش حقيقي وكل اللي فيه من خيالك، ومفيش ارض اسمها ارض الذهب ولا في قرية اسمها الكي جي اف. قال لها كل اللي في الكتاب حقيقي وهحكي لك القصة من البداية، اسمعيني كويس. سنة 1951 الفلاحين كانوا بيحفروا في الارض ولقوا حجر غريب جدا. بلغوا الحكومة وبيجوا موظفين يشوفوا ايه الموجود، وكان معاهم سوريا فردهان واكتشفوا ان الحجارة دي كلها ذهب. واول ما سوريا اتأكد من الذهب قتل كل موظفين الحكومة. وفي نفس الوقت بيتولد الوحش الكاسر روكي. وبعد 10 سنين سوريا كان بياخد الناس كعبيد عشان يفحروا ويطلعوا الذهب، وام روكي بتكون تعبانة جدا وبتموت. روكي بيشتغل وبيجيب فلوس عشان يعالج امه، لكن الممرضة بتقول له ان الفلوس دي مش هتكفي تمن العلاج. بيروح روكي لامه فبتقول له خلاص انا ما عادش ليا وقت في الحياة، انا عشت طول عمري فقيرة وهموت بسبب الفقر، بس انا عايزاك توعدني انك تجمع فلوس كتير ويكون عندك قوة تحارب بيها العالم. قال لها وعدك يا امي. وامه بتموت وروكي بيدفنها وبيكون حزين جدا، وبيكون ماشي سرحان بيطلع له بلطجي وبيقول له هات الفلوس اللي معاك. قال له مفيش معايا. البلطجي بيديله فلوس وروكي بيقول له مش كفايه. قال له عشان يكون معاك فلوس لازم يكون معاك القوه. روكي بيقول له ما تعرفش القوه دي بتتباع فين؟ البلطجي بيقول له في مومباي. روكي بياخد شنطته وبيروح على مومباي وبيشتغل مع راجل، والراجل ده بيكون بيلم المتسولين من الشوارع ويشغلهم في تلميع الجزم، لا مؤاخذه يا صديقي. واثناء ما روكي شغال بيشوف عربيه معديه وبيكون مذهول. زميله بيقول له بص على قدك، اللي في العربيه ده شيتي ملك مومباي. وبيجي الراجل ده رئيسهم وبيقول له ان المفتش موقف لهم كل شغلهم، عايزين نقطع راسه. الرئيس بيقول له انت مجنون؟ مين اللي هيعرف يضرب ظابط، انت ولا انا ولا عيل من المتسولين دول؟ روكي بيسمع الكلمتين وبيرفع ايده وبيروح للمفتش يرزعه بازازه على دماغه وبيسيبه ويجري. وفجاه بيقف ويقول لزمايله لازم يعرف شكلي واسمي. وبيرجع تاني للمفتش وبيقول له احفظ الشكل ده كويس جدا وخلي اسم روكي في دماغك على طول. وبيضربه بازازه تانية ولكن بيقبضوا عليه. رئيسه في الشغل بيروح لشيتي وبيطلب منه يخرج الطفل. شيتي بيقول له ما تقلقش انا خرجته. وبيجي روكي وهو اكل علقه حرامي جزم. رئيسه بيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تضرب ظابط؟ قال له لو ضربت شخص عادي الشرطه هتدور عليك، لكن لو ضربت شرطي ملك زي اللي جنبك ده هو اللي هيدور عليك. الكل بيستغرب وقاسم بيقول له يعني انت عايز ايه؟ روكي بيقول له انا عايز املك العالم كله. شيتي بيعجب بشجاعته وبيقرر انه يخليه واحد من رجالته. بعدها ب 17 سنه بتقوم حرب بين ايران وافغانستان، والعداوه زادت بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي، والعالم كله اتاثر بالعداوه دي وارتفع سعر الذهب والقطن بطريقه مهوله. يا ريتني كنت عايش وقتها يا صديقي، عندي مرتبه قطمه ظهري كنت هبيعها واجيب واحده فايبر. في الوقت ده بيكون سوريا فردهان وصل لمكان محدش وصله قبله، وده بسبب مساعده الناس التقيله اللي في الهند، واللي هم النائب بشعبيته الكبيره واندروس اللي مسيطر على المنطقه الغربيه وراجندر ملك بنغالور والحاج برغاف وابنه كمال. لكن الدنيا مش دايما لحد يا صديقي. سوريا بيموت بسبب جلطه في دماغه، والكل بيكون طمعان في مدينه الكي جي اف. شيتي بتكون قوته زادت اضعاف وسيطر على مومباي بالكامل، لكن خليل المنافس ليه بيكون عايز مومباي تحت ايده. بيبعت رجالته وبيخلصوا على كل رجاله شيتي، بس مش بيلاقوا روكي. بيؤمر رجالته يقلبوا عليه الدنيا، وفعلا بيفتشوا في كل مكان لحد ما بيجيبوه ويعلقوه، وبيكون مطحون ضرب وكل الموجودين بيكونوا عايزين يقتلوه. تفتكر هيقدروا يا صديقي؟ لا والله. زعبولة بيجري عليه وروكي بيديله اللي فيه النصيب وزياده. بيفك نفسه وبيلاقي شعبولة في وشه فبيخلص عليه بكل سهوله، وبيقول لهم وانا صغير جيت على مومباي، لما طلبت وجبتين ضربوني، ولما طلبت مكان صغير انام فيه طحنوني، وكتر الضرب ده حولني لسكينه ما تعرفش غير الذبح. بيهجموا عليه وعينك ما تشوف غير اللي بيتطوح يمين وشمال. بيضرب ويقتل فيهم بكل قسوه. بيخلص عليهم وبيقول لرئيسهم انت خايف ليه؟ ده انا كنت بسلك سناني برجالتك، انما انت هشرب من دمك. قوم اهرب. بيقوم يجري وروكي بيقوم وراه، لكن بيلاقي جيش جاي عليه. بيهجموا عليه وهو ولا فارق معاه، ما بيسيبش كبير ولا صغير، بيطحن فيهم واحد واحد. بيخلص على اللي جوه وبيخرج بره يكمل عليهم، وكل اللي بيقابله ما بياخدش في ايده غلوه. بيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيكمل طريقه ورا رئيسهم. بيهجم
وبيهجم عليه رجاله تانيين وما يعرفوش ان كبير الكدابين، وبينزل فيهم فحت ردم مزق لزق فزع رزع لحد ما بيخلص عليهم بالكامل، والقطنه ما بتكدبش. بيمسك رئيسهم وبيكون مرعوب جدا، بيخلص عليه وبيعلقه على الرصيف قدام مراكب خليل اللي جايه بالذهب، واول ما بيشوفوه بيترعبوا وبيلفوا وشهم وبيرجعوا تاني. بعدها روكي بيكبر وبيملك مومباي وكلمته بقت تمشي على الكل. شيتي بيتضايق وبيعمل اجتماع هو ورجالته عشان يوقفوا روكي. روكي بيدخل الشارع والاطفال بتنادى عليه، واول ما شيتي بيسمع اسمه بيتخض. شيتي بينزل وبيقول له انت عشان ضربت 20 واحد هتفكر نفسك زعيم؟ ولسه هيكمل كلامه لكن بيتفاجئ بعربيه داخله عليه. شيتي بيتخض وبيرمي السيجاره وبياخد الشمسيه وبيجري عليها، واللي بينزل من العربيه بيكون اندروز. بيساله على روكي وبيروح له يقول له عايزك في مهمه في بنغالور، ولو نجحت فيها مومباي كلها هتكون ليك. بيوافق روكي وشيتي بيكون واقف متضايق. روكي بيقول له مش انا الشخص اللي يضرب 20 راجل عشان يكون الزعيم، ال20 اللي انا ضربتهم كانوا كلهم زعماء. وبيسيبه ويمشي. بيسافر لبنغالور وبيكون راكب تاكسي لكن بيلاقي الطريق واقف. سواق التاكسي بيسال واحد ايه اللي بيحصل، قال له بنت راجندر بتحتفل واقفه الطريق واللي بيبص لها بيقتلوه. روكي بيسمع الكلمتين دول وبينزل يروح لها، بيقف قدامها وبيكون مذهول من جمالها وبيقول لها مبروك انا وقعت في حبك. بتقول لرجالتها انتوا هتتفرجوا يلا خلصوا عليه. بيهجموا عليه وما يعرفوش انه تخصص تكسير عظام، بيكسر عظمهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم بالكامل. والقطنه ما بتكدبش. رينا بتقول له اكيد انت اول مره تزور بنغالور وما تعرفش انا مين وبنت مين، بس لما تعرف ما تهربش لان لو رحت فين ابويا هيجيبك. قال لها انا ما بهربش من حد، انا موجود اهو ومش رايح اي مكان بعيد عن هنا لان حبيتك من كل قلبي. وبيسيبها ويمشي. بيجوا رجاله اندروز ياخدوه وبيلاقي كمال بيقتل راجل عاكس رينا، وبيقول لاندروز في واحد شكله جديد في المدينه ضرب رجالتنا لوحده بعد ما عاكس رينا، وبيؤمر رجالته يقلبوا عليه الدنيا وما يعرفش ان روكي هو اللي عمل كده. روكي بيدخل على اندروز. دايا بيقول له انت عارف الرجاله اللي ضربتهم تبع مين؟ والبنت اللي انت عاكستها بنت مين؟ احنا مش جايبينك هنا عشان تعاكس بنات. روكي بيقول له ولا يفرق معايا مين ابوها ومين امها، ادخل في الموضوع على طول. اندروز بيقول له عايزينك تقتل شخصيه كبيره ودايا هيشرح لك الخطه. تاني يوم دايا بيروح له وبيقول له بعد ايام قليله هيحصل مناسبه كبيره، قبل ما يوصل لمكان المناسبه لازم يتقتل، وفي طريقين هيمشي منهم. الطريق الرئيسي وده هيكون الناس فيه قليله ومش هيكون فيه زحمه، والطريق التاني شوارع صغيره وفيها ناس كتير التحرك هيكون صعب فيها. وهنا بيكون كمال قالب عليه الدنيا وبيعرف انه قاعد في فندق. بيروحوا يدوروا في كل اوضه ومش بيلاقوه، وفجاه بيفتح باب اوضته وبياخد رينا وبيقول لها للدرجه دي مش قادره على بعدي؟ جايالي لحد هنا برجلك؟ تصدقي انا كنت بفكر فيك وانا بستحمى. رجالتها بيفضلوا يخبطوا على الباب فبيخرج لهم. رينا بتسمع صوت ضرب وبتفكر ان روكي هو اللي بيتضرب. بتنزل تنادى على السواق وبتتفاجئ بروكي. بتقول له حتى السواق ضربته؟ قال لها انت زعلانه ليه؟ تعالي وانا هوصلك. بتركب معاه وطول الطريق بيفضل يلكلك وما بيبطلش كلام. رينا بتتضايق وبتقول له اقف، انت ازاي تتكلم معايا بالاسلوب ده؟ انت ما تعرفش انا مين وبنت مين؟ وهي بتتكلم بيشوف ست فقيره واقعه منها كيس الكعك ومش عارفه تجيبه من العربيات اللي رايحه وجايه. بيروح روكي يقف قدام العربيات وبيعطل الطريق وكله بينزل وبيفضلوا يزعقوا، واول ما بيشوفوا المسدس بيخافوا. بينزل روكي يلم لها حاجتها ويديها لها، ورينا بتكون مذهوله من اللي عمله. بيركب العربيه وبيقول لها قولي لي بقى كنت بتقولي ايه؟ قالت له خدنا على بيتك. وهم ماشيين الشرطه بتوقفهم لان بيكون في مجموعه عربيات نقل كبيره معديه. بينزل روكي وبيعمل انه بيصلح حاجه في العربيه بتاعته. بيجي كمال ورجالته وفجاه روكي بيختفى وبيركب عربيه منهم وبيلاقي نفسه في مكان مليان صناديق ذهب، وبيكون عايز يعرف الذهب ده منين وتبع مين. اتنين من الحراس بيشوفوه فبيخلص عليهم ويمشي. بيروح الكباريه اللي رينا بتكون موجوده فيه وبيجي كمال ورجالته يحوطوه، وبيكون كمال هيقتله لكن رينا بتوقفه وبتقول له روكي انا جبتهم هنا عشان تعرف قيمتك الحقيقيه مش عشان يضربوك. هديلك فرصه تبين رجولتك ولو جيت ولمستني قدامهم انا هكون ليك. روكي بيخرج والكل بيضحك عليه. تفتكر هيمشي يا صديقي؟ لا والله. بيدخل عليهم بعربيه بترول وبيفضيها في المكان. بيولع سيجاره والكل بيكون مرعوب. بيقف قدام رينا وخلاص هيلمسها لكن بيرجع في كلامه وبيقول لها مش لازم احط ايدي عليكي عشان اكون راجل. كمال بيتضايق وبيكون عايز يضربه لكن راجندر بيجي وبيوقفه وبيطلب منهم يخرجوا. وهو خارج بيقول له روكي حظك حلو نجدوك مني. قال له هم مش جايين ينقذوني، دول جايين ينقذوك انت مني. راجندر بيقول له خطتك ايه؟ قال له جرودة هيجي من الطريق اللي مليان ناس ومش هنعرف نقتله هناك، انا هقتله جوه مقر الحزب. راجندر بيقول له المكان هيكون مليان حكومه ورئيس الوزراء نفسه هيتفتش، ازاي هتقتله هناك؟ روكي قال له عايز مسدس جوه بس وملكش دعوه. قال له ماله المسدس هيجي لك جوه. وبتبتدي الحفله وبيجمعوا المسدس
المسدس، وعلى اخر لحظة بتحصل فوضى والمسدس بيقع وبيدخل جارودة والكل بيكون مرعوب. بيقول لهم ابويا عمل مملكة كبيرة بس انا هعمل مملكة اكبر، والتمثال اللي المفروض يكون بتاع سوريا بيطلع لجارودة والكل بيكون مندهش باللي شايفينه، وروكي بيفشل في المهمة. راجندر واندروس بيعملوا اجتماع وبيقول جارودة لو ما ماتش احنا كلنا هنموت. اندروس بيقول له لازم نقتله في اسرع وقت حتى لو في وسط رجالته وفي قلب مكانه، بس مين اللي هيتجرأ ويدخل الكي جي اف ويقتله؟ كمال بيكون رايح يقتل روكي لكن بيلاقيه رافع ايده وبيقول لهم انتوا جبتوني عشان اقتل الراجل ده، انا هروح له مكانه ومش هرجع غير بخبر وفاته. والكل بيكون مذهول من شجاعته، وبيقرر روكي انه يدخل الكي جي اف، بس قبل ما بيمشي بيروح لرينا وهي نايمه وبيسيب لها سلسله، ولما بتشوفها بتعرف انها بتاعه روكي. بتروح لابوها وبتقول له روكي راح فين؟ كمال بيرد عليها وبيقول لها راح لمكان مستحيل يرجع منه عايش. رينا بتزعل وواضح انها وقعت في حبه. بيروح اندروز لروكي وبيديله خريطه للمكان وبيقول له مفيش غير طريقه واحده للدخول هناك، في عربيات بتطلع كل فتره على البلد ياخدوا ناس عشان يشتغلوا في الكي جي اف، لازم تدخل في عربيه منهم، بس البلد دي متامنه من كل اتجاه وعلشان تدخلها لازم تقتل الرجاله اللي مأمنينها. بيمشي روكي وبيدخل عليهم دخول رايق بيسبب حرايق، بيكونوا رجاله كتير جدا بس على مين؟ ده روكي ابن الكدابين، بيكسر عظمهم واحد ورا التاني ومحدش قادر يوقفه، بيديلهم علقه سخنه ايه؟ ده بيديلهم علقه موت، بيطحن فيهم واحد واحد لحد ما بيخلص عليهم كلهم. والقطنه ما بتكدبش، بيركب عربيه من بتوعهم وما بيكونش عارف الطريق اللي ماشي فيه وبيوصل للكي جي اف، بيدخل جوه وبيكون مذهول من المكان، بيبدا شغل وفي وقت الراحه بيفضل يتفقد المدينه، بيقعد مع الاطفال وبيسالهم عن الامن الموجود في المكان. الولد بيقول له في حراس عند قصر جارودة وعند مكان التعدين وعلى ابراج المراقبه وعند البوابه، ما تقلقش الامن عالي جدا هنا. بيقوم يكمل شغل ومع الوقت بدا يتاقلم على المكان، وهم شغالين بيكون في طفل بيلعب بكوره، الكوره بتعدي خط واللي بيعدي الخط ده بيموت يا صديقي. ابو الولد ما بيلحقش يوقفه وامه بتجري وراه، واول ما بتعدي الخط بتاخد طلقه وتموت، وابنها بياخد الطلقه التانيه وبيموت وراها. روكي بيكون شايف اللي بيحصل ومش قادر يعمل حاجه. بيكملوا شغل وواحد من الناس رجله بتتعور والدم عندهم ممنوع يا صديقي، بياخدوه تحت الارض وبيعذبوه ولما بيزهقوا بيقتلوه. روكي بيكون غضبان جدا لانه مش عارف يساعد الناس الغلابه دول. بعدها بيكونوا رايحين للمكان اللي هيشتغلوا فيه، وروكي بيولع في صخره والكل بيكون مشغول فيها، وبيقدر روكي انه يدخل مركز الصيانه وبيشوفوا راجل من الناس الغلابه بيعرف معلومات من الخريطه وبيخرج، وعلى اخر لحظه بيقف في الطابور. الراجل اللي شافه بيقول له خدنا معاك، انا شفتك وانت داخل المركز. روكي بيقول له لو فتحت بقك هقتلك. فان رام المسؤول عن الامن بيروح لجارودة وبيقول له الدفعه الاخيره فيها واحد جاي عشان يقتلك. قال له يقتلني انا؟ اجمع له كل العمال اللي شغالين في المنطقه دي، وفعلا بيجمعوهم وبيقول لهم جارودة سمعت ان في واحد عايز يقتلني، انا قدامك اهو، اخرج موت لوحدك بدل ما كل الموجودين يموتوا. الراجل بيبص لروكي وروكي بيكون قلقان انه يعترف عليه، وفعلا الراجل بيخرج لكن بياخد السيف ويروح ناحيه جارودة، وقبل ما بيوصل ما بيلحقش والحرس بيقتلوه. الخبر بيوصل لراجندر واندروس وبيفكروا ان روكي هو اللي مات، ورينا بتكون سامعاهم وبتحزن جدا. وبنرجع تاني للكي جي اف وبتكون الست دي بتولد وبتجيب بنت، والبنت اللي بتتولد هناك بتموت يا صديقي. الراجل ده بياخد الطفله عشان يقتلها وبيلحقها روكي على اخر لحظه. الراجل بيقول له ابو البنت دي ضحى بحياته، ولو ما كانش مات كانت مراته هتموت والبنت دي في بطنها، وهم دلوقتي هيقتلوا الطفله دي بدون رحمه. راجل منهم بيشاور على روكي وبيقول ده اللي هيحمينا. روكي بيدي الطفله لامها وبيمشي. بيروحوا عشان يشتغلوا وهم ماشيين راجل اعمى بيخبط البرميل بايده. درجة بيجي وبياخدوا الراجل عشان يقتلوه والكل بيكون زعلان. روكي بيغضب جدا وما بيقدرش يتحمل اللي بيحصل، بيمسك المطرقه وهاتك يا دعك في الحراس، بيخلص على اللي فوق كلهم وبينزل تحت يلحق الراجل. بيفصل الكهرباء وبيقتل فيهم واحد ورا التاني ومحدش فيهم بيقدر يشوفه. بيطلع كل الغل اللي جواه عليهم، بيهجم عليه شويه وهو ولا فارق معاه. بينزل فيهم فحت ردم فزع رزع مزق لزق لحد ما بيخلص عليهم، والقطنه ما بتكدبش. بياخد رئيسهم درجة والراجل العجوز وبيخرج والكل بيكون مذهول. بيرمي درجة قدامهم وبيعملوا نفس الحركة اللي كان بيعملها قبل ما يقتل اي شخص منهم. روكي بيفتكر كل اللي ماتوا من الناس الغلابة قدام عينيه وبينزل عليه بالمطرقة يفرتك دماغه. الراجل ده بيقول لروكي ما تقلقش هندفنه. قال له انا عايزك تحرقه، انا خلاص بقيت جاهز. بيحرقوه هو وباقي الجثث وبيرن الجرس بصوت عالي. اندروز وراجندر بيعرفوا ان روكي لسه عايش وجاهز انه يقتل جارودة. وفي الناحية التانية فان رام بيكثف الحراس اكتر من الاول
وبيقول لجارودة أجل المهرجان يومين لأن أنت عندك أعداء كتير. جارودة بيرد عليه وبيقول له أجل إيه؟ أنت عايز الناس تاكل وشي؟ قبل ما يطلع فجر بكرة كل أعدائي هيكونوا ميتين. بياخدوا احتياطاتهم وبيكهربوا الأسلاك وبيأمنوا كل المداخل والمخارج. تفتكر إن كل ده هيفرق مع روكي يا صديقي؟ لا والله. بيبدأ المهرجان وجارودة بيجيب 3 مساجين عشان يضحي بيهم. بيطير رقبة الأول وبيخلص على التاني، والتالت بيكون روكي مكانه. بيطلع من تحت المية وبيطير رقبة جارودة قدام حراسه بالكامل. الخبر بيوصل لأندروز وراجندر والكل بيكون فرحان. في الوقت ده روكي بيكون في طريقه للعرش والحرس بيكون هيضربه، لكن العبيد بيجروا عليهم يضربوهم. وهنا بيكون انتهى الجزء الأول من الفيلم يا صديقي. يبدأ الفيلم بفيجندر ابن أناند واللي هيكمل القصة مكان أبوه، لأن أبوه جاله سكتة قلبية. ديبا بتقول له القصة ما كملتش ومش عارفين بقيتها فين. بيروحوا مكتبة قديمة وبيفضلوا يدوروا لحد ما بيلاقوا الجزء التاني من القصة. بتقول له اتفضل اقرأ الكتاب وكمل لنا القصة. قال لها خلي الكتاب معاكي، القصة محفورة في عقلي. بيبتدي يكمل القصة وبيقول زي ما عرفنا في الجزء الأول إنهم بعتوا روكي للKGF عشان يقتل جارودة، ولكن هو دخل عشان يحكمها. فصل الكهرباء عن القصر وقتل فرات أخو جارودة الأول، وبعدها خرج لجارودة بالسيف من تحت المية طير رقبته. والحراس بيكونوا عايزين يقتلوه لكن العبيد بيتجرأوا وبيضربوهم. بعدها بفترة بسيطة بيروح راجندر واندروز مع الوزير علشان يعزوا فرات ويباركوا له لأنه هو الوريث الوحيد للمملكة بعد جارودة، وما يعرفوش حاجة عن المفاجأة اللي مستنياهم. بيكونوا قاعدين مستنيين فرات، لكن بيدخل عليهم الملك الحقيقي الإمبراطور روكي. بيلف لفتين حوالي حبيبته رينا والكل بيكون مصدوم. بيقعد على كرسي الملك وبيقول لهم اقعدوا كفاية خوف. بيسألوه عن فرات، قال لهم اسكتوا مش أنا قتلته. الكل بيكون مذهول، فبيقول لهم ما تقلقوش شغلكم هيمشي زي ما هو لكن معايا أنا. رينا بتقول له انت جايبني هنا ليه؟ قال لها خليكي معايا هنا هتكوني لي أنا وبس. كمال بيغضب وبيقول له انت ازاي تتكلم مع أختي بالأسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وأصلك ايه؟ احنا اللي عملنا كل ده، احنا اللي وصلناك للغرور اللي انت بقيت فيه، وانت اصلا ولا تسوى. اللي حواليه بيحاولوا يهدوه لكنه بيستمر في كلامه، ومره واحده روكي بيرزعه طلقه في قلبه يجيب اجله. بيقوم روكي ياخد رينا ويمشي. راجندر بيوقفه ويقول له زي ما جبناك تقتل جارودة هنجيب واحد يقتلك. بيرد عليه ويقول له روكي مفيش منه غير نسخه واحده بس، وبيسيبه ويمشي. بيظهر معانا فرمان وامه بتقول له انت شايل البندقيه دي ليه؟ قال لها واحد بياكلنا اكل نضيف وكل يومين بيلبسنا لبس جديد وبيجيب لنا أدوية وبيهتم بينا وهو سبب تحريرنا من العبودية. أنا مستعد أضحي بحياتي عشان الراجل ده. وبيكون قصده على روكي يا صديقي. بتوصل رينا على القصر والست دي بتقول لها دي أوضتك والسرير الفخم ده بتاعك والهدوم دي ليكي، اتشيكي كده وظبطي نفسك عشان تكوني حلوة. بتمسك بندقية وبتضرب عشوائي والكل بيترعب منها. بيجي روكي وبيلاقي دول تحت الترابيزة، بياخد منهم العصير وبيدخل لرينا، وطول ما بيمشي ناحيتها بتضرب عليه لحد ما بيقف قدامها وبيقول لها انا كنت عايز اتباهى بثروتي بس مش للدرجه دي. اشرب العصير ده بعد ما تهدي عشان هخرجك شويه. بيسيبها ويمشي وبيروح على زنزانه هو ورجالته، وبيكون اللي في الزنزانه دي فان رام قائد الحراس بتوع جارودة. رجالته اول ما بيشوفوه بيقولوا له انت سايبه عايش ليه؟ المفروض كان يتقتل. روكي بيقول لهم انتوا عايزين تقتلوا قائدكم؟ فان رام بيقول لروكي لحظة تحريري من السلاسل دي هقتلك بإيدي. بيرد عليه وبيقول له انت زعلان ان قتلت جارودة؟ ما تقلقش احنا في نفس المكان ونفس الناس، بس الملك اتغير. الناس مش دايمين لكن المناصب زي ما هي. انت موجود في المكان ده من يوم ما اتنشأ ومسؤول عن حماية كل شبر فيه، وانا عايزك تفضل زي ما انت لان عارف انك من الصعب تسيبه ويتدمر. فحاجة كده عايز اقولك عليها، لما دخلت اوضة الصيانة شفت حاجة في الخريطة ما كنتش فاهمها في البداية، لكن دلوقتي فهمت كل حاجة وعرفت ان موجود في المكان ده 9 مناجم، اتفتح 3 منهم وباقي 6. فان رام بيكون مصدوم من اللي سمعه. بعدها بيروح روكي يجمع الشباب اللي عايزين يتضموا للحرس وبيتفرج عليهم وهم بيتدربوا، وبيكونوا كلهم ما بيعرفوش يضربوا بالبنادق، فبيطلب من رجالته يجيبوا فان رام. واول ما الشباب بيشوفوه بيخافوا. روكي بيقول لهم فكوا السلاسل، وبعد ما بيفكوها بيخليهم يدوله بندقية، وفعلا بياخد البندقية. روكي بيقول لهم اتفرجوا عليه وتعلموا. فان رام بيضرب والطلقتين بيصيبوا الهدف، وبيقول له روكي انا موافق ان احرس من جديد، بس قبل ما نأمن البوابة الرئيسية في حاجز كبير محتاجين حواليه 300 حارس ولازم ندربهم كويس جدا. بعدها روكي بيعمل اجتماع مع راجندر واندروز والنائب، بيقول لهم في مثل بيقول احلم على قدك. المثل ده كذاب لان انا بالنسبة لي الطمع شيء جميل والجشع هيخليك متقدم
يتقدم دايما، والتقدم ده هيخلي الواحد يبقى 2 والاتنين يبقوا 3 والتلاتة يبقوا 4، ومع كل عدد بيحصل انفجار لمنجم جديد لحد ما بيوصل لرقم 9. بيقول لهم الأحلام ملهاش حدود، أنا حلمي أوصل للسما. بيجي واحد يقول له الرجالة خايفة تدخل المناجم، بيسكته ويقول لهم مفيش داعي للتآمر، استعدوا للشغل، وقت التقدم خلاص اجا، خلونا نحصد حصاد أثري. بيكونوا مصدومين من كلامه ومحدش فيهم بيقدر ينطق بكلمة. بيخرجوا بره وبيشوفوا عدد كبير جدا من الناس. راجندر بيقول لأندروز الناس دول مش هيقدروا يعملوا حاجة، هو جايب الجبنة دول يعمل بيهم ايه؟ الراجل العجوز ده بيسمعه وبيقول له معاك حق، احنا فعلا جبنة وما عندناش القوة ولا الشجاعة، السيف كان متعلق على رقبتنا، لكن اجا راجل واحد وقف في وسطهم وقطع رقبة قائدهم قدام عيونهم. نصيحة مني ما تقفش قدام الراجل ده. وبيكون قصده على روكي يا صديقي. في الوقت ده روكي بيروح للرجالة اللي خايفين يدخلوا المناجم وبيمسك المطرقة بتاعته وبيدخل قدامهم، بيتشجعوا وبيدخلوا وراه وبيبدأوا الشغل. وبنروح لشوية أطفال في القصر بيهتفوا باسم روكي. بتيجي رينا وتقول لهم انتوا قاعدين تهتفوا باسمه ليه؟ قالوا لها تعالي معانا وهتعرفي. وفعلا بتروح معاهم على مكان الشغل وبيبتدوا يحكوا لها عن كل اللي روكي عمله عشانهم بالتفصيل. رينا بتكون مذهولة من اللي سمعته وتقريبا كده بدأت تحبه. بعدها بيظهر فرمان وهو لابس لبس الحرس. أمه بتكون عايزة تمنعه لكنه مش بيوافق، وبيروح مع ال 300 حارس للجسر اللي فان رام عايز يأمنه. وبياخدنا الفيلم لراجندر وهو بيكلم شيتو وبيقول له ان روكي كان عينه على الكرسي بتاعه وهو صغير ودلوقتي بقى رئيسهم كلهم. وبعد ما بيقفل معاه بيقول لأندروز فكر هنخلص على المطرقة دي ازاي. ومن ناحية تانية الحكومة الهندية بتخطط انها تقضي على مدينة الكي جي اف. وبنرجع لروكي وهو في مخزن الذهب وبيقول لرجالته مش كفاية، اشتغلوا اكتر من كده واجمعوا اللي تقدروا عليه وزيادة. واحد من الرجالة بيحرك صندوق فبيقع منه وبينزل سيف من الصندوق، واول ما بيشوفوا السيف ده بيترعبوا جدا. روكي بيستغرب من خوفهم. بيجي فان رام ويقول له السيف ده بتاع أديرا اخو جارودا وكان سبب في قتل ناس كتير جدا، كان كله أسوأ وكان بيجبر الناس يشتغلوا في المناجم حتى وهم تعبانين، واللي ما عادش قادر بيطير رقبته. أديرا لو كان موجود هنا ما كنتش هتقدر تحط رجليك في الكي جي اف. في الوقت ده بيهجم أديرا ورجالته على الجسر وبيقتلوا كل الحراس اللي فيهم فرمان وبيسيطر على المكان. بعدها بيظهر أندروز وهو بيقول لراجندر في طريقة نقدر نقتل بيها روكي بس لازم يخرج بره الكي جي اف. راجندر بيقول له ودي هنعملها ازاي؟ قال له لو رينا خرجت هو هيخرج وراها. بيقول له راجندر ورينا هتخرج ازاي؟ قال له لو عرفت انك مصاب هتخرج، وبيقتلوه. تاني يوم بيظهر الخبر في التلفزيون، واول ما رينا بتسمع الخبر بتمسك المسدس عشان ما يعرفوش يمنعوها من الخروج، وبتاخد العربية وبتجري. وهي في الطريق بيكون معمول لها كمين. روكي بيعرف الخبر وعلى طول بيخرج وراها، وده اللي هم عايزينه. بيوصل لهم وبتحصل بينهم مطاردة كبيرة وبيقلب عربيات كتير منهم. بيوصلوا المكان باقي الرجالة وروكي بينزل لهم. تفتكر هيقدروا عليه يا صديقي؟ لا والله، بيهجموا عليه وعينك ما تشوف الا النور. بيطوح فيهم يمين وشمال ويا ارض تهدي ما عليك ادي. عددهم بيكون كتير بس على مين؟ ده روكي كبير الكدابين. بيضرب فيهم واحد واحد، بيكسر عظم اغلبهم وبيخلص على كتير منهم. بيقتل فيهم واحد ورا التاني وهم زي النمل ما بيخلصوش. بيكون خلاص هيقتل رئيسهم بس بيكون أديرا فوق الجبل وبيديله طلقة في قلبه. بينزل وبيقول له انا قتلت وذبحت وشنقت عشان ابني الكي جي اف، وانت مفكر عشان هزمت لك شوية ناس بقيت في مكانة عالية؟ انا مش هقتلك دلوقتي، انا هسيبك تروح لشعبك غرقان في دمك عشان يفقدوا الثقة في قائدهم. وفعلا بياخدوها على القصر والناس بتعرف ان أديرا لسه عايش وبيترعبوا جدا. وبعد اصابة روكي شيتي بيجمع كل اللي شغالين مع روكي وبيحط لهم سم في الاكل وبيموتوا كلهم. وبيقتلوا اغلب رجالة روكي في جميع المحافظات. ووزارة الداخلية بتسحب الصلاحية من رئيس الوزراء جورو وبيخططوا لانتخاب رئيس وزراء جديد. وأديرا بيستولى على عربيات الذهب بتاعة روكي وبيبعت عربية منهم مليانة جثث لرجالته. باقي رجالته بيخافوا بعد ما شافوا الجثث وبيقفلوا ابواب مدينة الكي جي اف عليهم عشان ما عادش حد يخرج منهم. وبنروح لروكي وهم بيعالجوه وبيخرجوا منه الرصاصة. بعدها بشوية بيفضل يصرخ من الوجع فبيتخيل امه وهي بتقول له اهدى يا ابني ما حصلش حاجة، نام يلا. وفعلا بينام ولما بيفوق بيلاقي رينا هي اللي ماسكة ايده. بيجيله اتصال من شيتي بيقول له انت كنت عايش هنا كويس وبتاكل وتشرب، رحت تدور على الشهرة والفلوس، هتموت موتة الكلاب، بس انا هديلك فرصة كمان، تعال اقعد تحت رجلي ونضف جزمتي، وسمعت ان عندك حبيبة هاتها معاك وانت جاي. وبيقفل الخط.
بتيجي ام فرمان وبتكون عايزه تقابله ورجالته بيمنعوها، لكن هو بيقول لهم سيبوها تدخل، وفعلا بتدخل له. بتقول له وهي بتعيط كنت قدوه كبيره جدا لابن فرمان، انت بعته يحرس الجسر واتقتل هناك، انا جاي اطلب منك انك تجيب لي جثه ابني، عايز اشوفه لاخر مره. بييجوا رجالته يخرجوها وروكي بيكون متضايق جدا لانه مش قادر يعمل حاجه في الوقت الحالي. تفتكر هيفضل كده يا صديقي؟ لا والله. بيتصل على قاسم وبيقول له عايز منك خدمه اخيره. بعدها بيقول لفان رام كل حاجه خرجت عن السيطره والمكان ما عادش امان، جهز الطياره عشان ابعد عن هنا وارتاح شويه. وفعلا بيجهزوا الطياره وبيلموا الذهب وبيمشي، والكل بيفكر انه هربان. تفتكر انه هربان فعلا يا عزيزي؟ لا والله. بيروح فندق تبع خليل وبيحجزه بالكامل. رينا بتقول له انت ما قلتش لاي حد على المكان اللي هتروحه، قول لي انا انت هنا ليه. فجاه بيدخل عليهم مجموعه كبيره من العربيات اللي بتكون تبع خليل، وده اللي روكي بيكون عايزه. بياخدوه ويروحوا القصر عند خليل اللي بيكون مسيطر على الساحل الغربي. خليل بيقول له انت حجزت الفندق كله عشان تجذب انتباهي؟ روكي بيقول له انا جاي اعرض عليك شغل وهيعجبك. قال له ايه هو الشغل ده؟ قال له روكي دهبك بيجي من افريقيا على دبي ومن دبي للهند، وده بيسبب خطر كبير. انا هشتري منك كميات مش محدوده وهستلم في افريقيا والخطر كله عليا، ها اتفقنا؟ خليل بيقول له عرضك حلو، لو كنت جيت بدري شويه كنت فكرت في الموضوع، بس انت اتاخرت. من ناحيه شالوا رئيس الوزراء وهيتعين رئيس وزراء جديد، ومن ناحيه تانية قديره في طريقه للكي جي اف، وانت جاي لي دلوقتي زي الجبان، ما عندكش اي حاجه وخسرت كل حاجه. على الاقل كنت تكون صداقات كانوا هينفعوك. انا دلوقتي عنده شركاء من جميع انحاء الهند، هقول لهم ايه؟ بيقوم روكي ياخد بندقيه من راجل تبع خليل وبيتفرج عليها. ومن ناحيه تانية قاسم ورجالته متفرقين على كل مخازن خليل في الساحل الغربي وفي الهند، وبيخلصوا على كل رجالته وبيسيطروا على المكان بالكامل. بيجي اتصال لخليل بان روكي سيطر على الساحل الغربي وقتل كل الرجاله وانهم ما يعرفوش مكانه. خليل بيتفاجئ بروكي وهو بيرفع البندقيه في وشه قدام رجالته بالكامل، وبيقول بكل ثقه انا مش محتاج صداقه حد ومحدش يقدر يتحمل عداوتي، خلينا نشتغل مع بعض بهدوء. بنروح للكي جي اف وراجل بيقول لفان رام جالنا اتصال بان الشاحنات تروح على فاركا، وفعلا الشاحنات بتمشي، وبيكون قديرة عامل كمين وبيضرب عليهم يوقفهم، وبيتفاجئوا بروكي نازل من واحدة فيهم بيعمل انه شايل سلاح، وقديرة ورجالته بيضحكوا عليه. وفجأة بيخرج رجالة مسلحة من جميع الشاحنات، وبيكون ده السلاح اللي جايبه من خليل. بيضربوا عليهم والرصاص بيكون زي المطر، وسبحان الله مفيش ولا رصاصة بتيجي في روكي. بيخلصوا على معظم رجالة قديرة، وبعد ما بيوقفوا ضرب روكي بيروح لقديرة وبيقول له انا ما بحبش العنف، بس العنف بيموت فيا. وبيمسك الراجل ده وبيقطع ايده اللي مسك رينا بيها، وبيكمل كلامه وبيقول انا عارف انك زعلان عشان واحد غريب استولى على الارض اللي اشتغلت وتعبت فيها 10 سنين، بس هنقول ايه؟ ادي الله وده حكمته. انا هسيبك تمشي، بس عايزك تشيل من دماغك فكرة انك تساومنا على اي حتة ارض، وعايزك تعرف ان العالم كله ارضي. وفعلا بيسيبه ويمشي، وقاسم بيكون متضايق انه ما قتلوش. بيجي دكتور يعالج قديرة فبيقول له سيب الرصاصة دي في جسمي عشان كل ما اتألم بسببها افتكره. روكي بيدخل المدينة بجثث رجالته اللي قديرة كان قتلهم على الجسر، والكل بيكون في حالة حزن. بعدها بيروح روكي لشيتي، واول ما شيتي بيشوفه بيفضل يترجاه انه ما يقتلوش. بينضف له الكرسي عشان يقعد عليه، لكن روكي بيقعد على الكرسي الصغير وبيحط رجله على كرسي العرش بتاع شيتي، وبيقول له انا مرضتش اقتلك وقت ما كلمتني واستفزتني وغلطت في حبيبتي، وقلت اسيبك للوقت اللي هحتاج فيه ان اضحي بشخص، وبيخلص عليه. بعدها تجارة روكي بتكبر وحبه بيكتر في قلوب شعبه. بيدخل مخزن الذهب وبيقول لقاسم مش كفايه، زودوا رجاله واشتغلوا اكتر من كده. بيجي رئيس الوزراء السابق لروكي وبيقول له الانتخابات الجايه رامكا هتكسب بفرق كبير، محدش اصلا هيقدر ينافسها. روكي بيقول له القاعده الاساسيه في حياتي ما اذيش النساء ولا الاطفال. بيرد عليه ويقول له قصتك مثيره للاهتمام وهي هتكون عدوك الاكبر. قال له وماله، هيكون حلو الشغل معاها. وبيسيبه ويمشي. بتبتدي الانتخابات ورامكا بتتعين رئيسة وزراء، وبتكون صعبة جدا ما تعرفش الرحمة. بيجي لها ظابط ويقول لها محتاج منك 5 دقايق عشان قضية روكي. قالت له انا ما عنديش وقت للمجرمين الصغيرين دول، انا عندي قضية وطنية اهم. وبتسيبه وتمشي. بينادى عليها باسمها فبتقف وهي مذهولة. قال لها انا بقالي 5 سنين بدرس القضية دي، وكنت مستني شخص زيك يجي وياخد الاجراءات اللازمة. ده مش مجرم عادي، ده اكبر مجرم في التاريخ واكبر رجل اعمال شفته في حياتي. ادينا 10 دقايق بس من وقتك. رامكا بتوافق وبيقول لها روكي ملوش ولا صورة لحد دلوقتي، ولكن اسمه معروف في كل مكان، عنده كميات مهولة من الطيارات والمراكب، بيتواصل مع أكبر صناع المجوهرات في العالم. بتقول له هو من أي بلد؟ قال لها مومباي، وده كل اللي نعرفه لأن المعلومات عنه محدودة. بس من صغر سنه وهو بيكافح
بيكافح. اول ما دخل البلد ضربوه، وكان بيتضرب لو طلب اكل او مكان ينام فيه، ولما اجى الوقت اللي رد عليهم فيه ما عادش حد اتجرأ يبصله. القوه اللي انت بعتها له مش هتعرف تعمل معاها اي حاجه، لان شعب الكي جي اف كلهم بيحبوه ومش هيسيبوه يتأذي باي شكل حتى لو هيموتوا. بدأ من الصفر لحد ما سيطر على الكي جي اف، وكبر يوم بعد يوم لحد ما سيطر على البلد كلها. محدش يعرف هو عامل ايه في المكان ده، لاننا مش عارفين ندخله عن طريق البر ولا حتى الجو. بس في طياره حربيه كانت في تدريب فوق الكي جي اف وقدرت تاخد صوره للمكان وبعتتها لنا. بيوري لها الصوره وبتترعب من المنظر لانها بتشوف مدينه بمثابه دوله. بنروح للكي جي اف وبيكون في صحفي في وسط العمال، لكن بيمسكوه بيودوه لروكي وبيقول له انت بقى روكي اللي العالم كله بيتكلم عنه، انا بقى هكتب عنك وافضح جرايمك. روكي بيقول له اللي بيتقال عكس اللي بيتكتب، وعشان كده انا عايزك تكتب وهتكون معايا في رحلتي اللي جايه. في الناحيه التانيه راميكا بتؤمر رجالتها انهم يقفلوا كل الحدود ويدوروا على كل مستودعات روكي ويقبضوا على كل شركائه، وفعلا بيبتدوا يقتحموا كل اماكن روكي لكن ما بيلاقوش حاجه، وبيكونوا في طريقهم لاخر مخزن. لكن على اخر لحظه رجاله روكي بيفضوه، بس بيكون في سبيكه ذهب واقعه منهم والظابط بياخدها. رجاله روكي بيروحوا له يعرفوه اللي حصل، فبيغضب جدا. بيروح على مركز الشرطه وبيسالوه انت مين؟ رد عليهم ولد صغير بتاع شاي، ده روكي. اول ما بيسمعوا الاسم بيترعبوا وبيقفوا كلهم. بيجري واحد منهم يجيب سبيكه الذهب وبيديها لروكي، بياخدها ويمشي وكلهم بيكونوا في حاله قلق. تفتكر كده عدت يا صديقي؟ لا والله. بيقف مرة واحدة بالعربية وبينزل منها وبيركب السلاح الفتاك ده وهاتك يا دعك. بيفض خزنتين رصاص على الاسم باللي فيه، بيدمره بالكامل، والكل بيكون في حالة من الرعب. بعد ما بيخلص ذخيرة بيروح على البيت. الخبر بيوصل لرئيسة الوزراء، بتؤمر رجالتها يرجعوا الوفد اللي رايح بورما، وفعلا القوة بترجع للهند. وبتطلع في لقاء تلفزيوني بتقول فيه بورما كانت مثال عشان الكل يعرف ان مش هتسامح ابدا في حق البلاد، وان احنا عندنا قوة اسمها الجيش وقوات بحرية وقوات جوية. روكي بيكون سامعها وبيعرف ان الكلام موجه ليه. بيقرر روكي انه يوقف بيع الذهب في البلد كلها، وده بيسبب ازعاج للحكومة الهندية والخليل والاندروس. بيروح اندروس لأديرا وبيقول له انت هتفضل مستخبي لحد امتى؟ الاول كنت هربان من جارودة ودلوقتي من روكي. انت ما تعرفش ان روكي جمع ذهب 25 سنة في سنتين بس، وكون جيش ما تقدرش تعده ومحدش يقدر يعمل له حاجة لان الامن عالي. اخد مكانك في الكي جي اف وانت قاعد لي هنا. أديرا بيغضب وبيقول له معاك حق، فان رام وحراسه مش هيسمحوا بحاجة تحصل لروكي. عنده حراس كتير وأسلحة أكتر، بس ده مش هيمنعني إن هقتله هناك قدام الكل. المنجم التالت ليه طريقين نوصل له بيهم، البوابة الشرقية والبوابة الغربية، بس البوابتين عليهم تأمين عالي جدا. لكن في طريق تالت محدش أخد باله منه. المنجم ليه أنفاق بتخرج بره الكي جي اف بحوالي 5 كيلو متر، وهو ده الطريق اللي هنستخدمه. أنا غلطت لما سبته يعيش، وهو غلطه الأخير إنه سابنا عايش، ومن النهارده ما عدتش هستخبى وهبدأ في تدميره. بنروح لروكي والراجل بيقول له المنجم السابع فيه ميه كتير وهنحتاج وقت كبير عشان نعرف نفضيه. روكي بيقول له مفيش وقت، اتصرف بسرعه. قال له المنجم الرابع حصل فيه انفجار واتصاب 18 شخص. بيرد عليه روكي ويقول له ادفع لهم حقهم وشوف عمال مكانهم يشتغلوا. رد قاسم وقال او خدهم في مكان بعيد واقتلهم، وده اللي جارودة كان بيعمله. وانت ما تختلفش عن جارودة في حاجه، الجشع عماك وسيطر عليك. الناس اللي بيحبوك دول واثقين فيك لانك انت اللي حررتهم، وبسببك هيترموا في الشوارع بعد تدمير الكي جي اف، وانت شغلك بقى اهم حاجه بالنسبه لك. انت بتعمل كل ده ليه والمين؟ روكي بيكون واقف متضايق وبيفتكر امه واللي مرت بيه. بياخدهم عند قبرها وبيقول لهم دي امي، كانت شابه فقيره وما عندهاش طموح، بس قبل ما تموت خدت مني وعد بان اكون اغنى انسان في العالم، وعشان انفذ الوعد مستعد ان اكون اناني او جبان او قاتل او مجرم او شرير، وما اعرفش انا كده وفيت بوعدي ولا لسه. بيجيبوا راجل عجوز يقعد جنب قبرها، ولما سالوه اشمعنى الراجل ده اللي اصريت عليه قال لهم ده ابويا، ما كانش مهتم بيها وهي عايشه، فجبته يهتم بقبرها لحد ما يموت، وبيسيبهم ويمشي. واخيرا رينا وقعت في حبه وبتعترف له بحبها، وعلى طول بيتجوزها، وبيقضوا مع بعض شويه وقت حلوين بيعوضوا شبابهم اللي ضاع. عقبالك يا صديقي، وادعي لي انا كمان اعيش الاوقات دي. المهم بيروح الضابط لرئيسه الوزراء وبيقول لها لقينا مستندات بتقول ان في حسابات كتير بتحول الفلوس على حساب واحد، والحساب ده بتاع روكي. قالت له دور على الدليل واقبض عليها على طول، وحضر كل التهم اللي عليها عشان نعرضه على المحكمة العامة.
عامة. بنروح لروكي وهو بيتكلم مع قاسم وبيجي له اتصال يعرفه اللي حصل، فبيروح روكي لرئيسة الوزراء والكل بيكون مذهول. بيقعد قدامها وبيقول لها انا جاي اقدم شكوى. بتقول له ضد مين؟ قال لها ضد نفسي، انا قررت اكون ضيف في العالم الظالم ده ومفيش حد هيساعدني على ده غير القانون، وبعترف اني بشتغل في التعدين الغير قانوني وبغسل اموال. كل التفاصيل هتلاقيها في الملف ده. اسجنيني بكل التهم دي. بيجي لها مجموعة اعضاء في الحزب ويقولوا لها ما تسمعيش كلامه. بتقول لهم ليه؟ بيرد عليها واحد ويقول لها في اكتر من 200 عضو في حزبنا متورطين معاه في غسيل الاموال. بتتصدم وما بتقدرش تعمل له حاجة. بيقول لها انا جيت اطهر نفسي بس العالم مش عايز. انا عارف انك عايزة تضربيني بطلقة دلوقتي بس مش قادرة، وده عشان المنصب اللي انت فيه. عشان تقبضوا على مجرم زيي لازم تسيبي منصبك وتفكري زي المجرم ما بيفكر بالظبط. يلا انا هسحب شكوتي بس محتاج منك خدمة صغيرة. عند راجل عايزين نعينه وزير عشان يخفف عني الزيارات هنا، ممكن تكتبي اسمه؟ وبيكون هيمشي لكنها بتوقفه وبتقول له سمعت انك راجل اعمال كبير وذكي جدا ولكنك مجرم. اكيد هيجي اليوم اللي هتغلط فيه وساعتها هخسرك كل حاجة، شعبك، ذهبك، شهرتك والKGF كلها. وده مش تهديد، ده وعد مني. بيرد عليها ويقول لها انا بحاول على قد ما اقدر ابعد عن الحروب، ولو ما عرفتش ودخلت حرب بكسبها. وبيقول للظابط سمعت انك بتدور على صورة ليا، ايه رأيك تاخد واحدة بالبدلة الأنيقة دي؟ وبيسيبهم ويمشي. بتقول رئيسة الوزراء للظابط عنده حق، ودايما المجرمين بيفكروا الخطوات قدام، وعشان اتقدم عليه لازم اشتغل بره النظام. بنروح لاندروز وبيقول لدايا عرفنا مكان الطريق الثالث. وبيظهر خليل وهو بيقول لرجالته جنازة روكي قربت، ابعتوا له الكفن من عندنا. بنرجع تاني لاندروز وهو بيقول لأديرة ده المكان اللي طلبته، هتفحر هنا وهتخرج تلاقي نفسك في نص المدينة. وفعلا بيبدأ أديرة يفحر وبتبتدي الرجالة تنتشر في كل مكان في المدينة. روكي بيكون ماشي هو وقاسم في المنجم ورينا بتجيله تعرفه انها حامل، واول ما بيسمع الخبر بيكون فرحان بس يا عيني الفرحة ما بتطولش. أديرة بيكون دخل هو ورجالته المدينة وبيضرب رينا بطلقة قناصة وبتموت. رجالة أديرة بيقتلوا عدد كبير جدا من حراس روكي، وروكي بيكون واقف مصدوم وحزين على موت رينا. تفتكر هيسكت يا صديقي؟ لا والله. بيقوم روكي يخلص على اي حد يقابله، بيقتل فيهم بكل قسوة، واي شخص قدامه ما بياخدش في ايده غلوة. وخلاص بيكون وصل لأديرة لكن بيلاقي دراعه اليمين قدامه، بيقطع له ايده التانية وبيطير رقبته. بيوصل لأديرة وبيفضلوا يضربوا في بعض لكن أديرة ما بيتأثرش. بيمسك روكي يطحنه ضرب وبيبانوا انه اقوى منه، بيضربه جامد لحد ما بيغمى عليه وبيكون خلاص هيقتله. لكن روكي بيفوق وبيمسك المطرقة وبيكسر له سيفه. أديرة بيهجم عليه لكن روكي بيمسكه يطحن فيه، بيضربه بغل، بيخلص منه القديم والجديد. رجالة أديرة بيهجموا على روكي وهو ولا فارق معاه، بينزل فيهم فحت ردم، فزع رزع، مزق لزق لحد ما بيخلص عليهم. بيرجع لأديرة وبيكمل تكسير فيه، بيطلع الغل اللي جواه كله عليه وفي النهاية بيخلص منه. ورجالته بيكونوا خلصوا على كل رجالة أديرة. قاسم بيكون قاعد جنب جثة رينا وروكي بيسأله هم دخلوا منين؟ قال له من المنجم الثالث. روكي بيعرف ان الوزير اللي خانه، بياخد السلاح وبياخد رجالته وبيهجم على وزارة الداخلية. بيدخل قاعة المؤتمرات وبيخلص على الوزير قدام رئيسة الوزراء وبتكون واقفة في حالة ذهول. رئيسة الوزراء بتأمر الجيش بالهجوم على روكي ويمحوه هو وشعبه من على وجه الأرض. بيهجموا على الKGF لكن ما بيلاقوش روكي. بيجي لهم اتصال من خفر السواحل بأن روكي موجود في المحيط الهندي وهو اللي باعت لهم فاكس بمكانه. وفعلا روكي بيظهر على سفينة كبيرة وعليها كل الذهب اللي جمعه طول حياته. بتبدأ القوات الجوية تتحرك فوق الKGF وبيدمروا المدينة بالكامل، بس روكي كان عامل حسابه وباني مدينة كاملة لشعبه عشان يعيشوا بسلام. بنرجع تاني لروكي والقوات البحرية بيكونوا أخدوا الأمر بتدميره وفعلا بيدمروه، وبيموت الإمبراطور روكي وبيختفى الذهب معاه للأبد. وهنا بيكون خلص الفيلم الجامد ده يا صديقي، وأنا عارف إنك زعلان على موت روكي زي بالظبط، لكن أحب أقول لك إن ده تمثيل، ولو النهاية دي حزينة فما تقلقش، هجيب لك نهاية سعيدة الفيلم الجاي إن شاء الله. ما تنساش بقى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وخد لك لفة كده جوه القناة هتلاقي نهايات سعيدة تفرحك. ما أنا مش عايزك تخرج من عندي زعلان يا صديقي. يلا أشوفك على خير، سلام.